تحس حالك ضعيف، كل مرة تواجه صعوبات تحاول تتوقف، تحاول تبدأ من جديد، تحاول تفكر ليش تقع بنفس الفخ، ليش توصل نفسك لهذه المرحلة. كل مرة تبدأ من جديد بصفحة جديدة، ترجع وتغلط نفس الغلطة، تحس في نفسك إنك ضعيف، لا تملك إرادة، شخص لا يستحق فرصة ثانية. لكن لازم تعطي نفسك فرص، لا تستسلم. الموضوع مو بسهل، ممكن تقع مرة، مرتين، 3 وأكثر، وتجد نفسك تافه جدا أمام أخطائك. الكلام سهل والفعل صعب، لكن تقدر. تقبل أنك راح تخطأ، وأنت إنسان مش كامل مهما كانت الظروف والناس اللي حواليك، ظروف اللي تحاول دائما تقهرك وتضعك تحت واقع صعب. شجع نفسك كل يوم، حتى لو أخطأت ارجع وحاول مرة ثانية، لأنه في مرحلة معينة إذا استسلمت راح تنتهي. ما دمت أنت عايش بهذه الحياة لا يوجد خيار أمامك غير أنك ترفع راسك وتحاول إلى أن تصل لهدفك، تصل لأنك تعيش بكرامتك، تعيش بحرية، تعيش بسعادتك، تجد السعادة في داخلك قبل أن تجدها بالآخرين. الناس والظروف اللي حواليك دائما تدفعك الخطأ، تدفعك لتدمير نفسك، لكن لا تجعلهم يتحكمون فيك. انظر إلى ظرفك الحالي، شو تقدر تسوي؟ اترك كل الصعوبات والمشاكل اللي حواليك وركز فقط بحلول وخطوات بسيطة اللي راح تؤدي فيك إلى الراحة النفسية. لا تهتم بالكلام ولا تهتم بالظروف، أمور راح تمشي وتعدي عليك. الأمر الأهم أنك تكون راضي من نفسك وبإصرارك وبإرادتك، وتوكل على الله وكمل مسيرتك.